السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بقى هنعمل مع بعض ايه؟ هنعمل وصفة ترندي كده طالعة كل بيعملها. الا احنا قلنا لا، لازم نجربها مع بعض ونشوف الوصفة دي هتنجح معانا وبأقل التكاليف. يعني هي في ناس كتير بتعملها بحاجات مكلفة جدا، لا احنا النهاردة هنعملها بأقل التكاليف وان شاء الله تطلع نفس الطعم وتعجبكم. اول حاجة هجيب كنافة اكون مجمداها في الفريزر، هنفرفتها كده زي ما احنا شايفين ونرفعها على النار. هنا جهزت شوكولاته، حطيت عليها معلقه زيت في كيسه وهسخن ميه واحطها فيها. هنا هنبدا نقلب الكنافه على النار علشان خاطر تديني اللون الذهبي ده. اول ما تديني اللون الذهبي هرفعها على طول من على النار، بس على طول ايدي فيها علشان خاطر ما تتلدعش من تحت وتمرر معاكي الكنافه وتبقى طعمها مش كويس. هنا حطيت كوباية لبن على نص كوباية سكر على معلقة زبدة، ولو مفيش زبدة معلقة سمنة. هقلبهم على النار كويس واسيبها واوطي عليها على الاخر لغاية ما تعمل لنا بديل اللبن المكثف. هنا خلاص كده اهوت الكنافة خلصت معايا، هرفعها من على النار وهبدأ اشوف اللبن المكثف خلص معايا ولا لا. هنا حطيت سكينة علشان اللبن ما يفرش، لان كل ما اشيل السكينة لبن يفور لفوق وهيطلع بره الحلقة. هسيبها كده لغايه ما تخلص سواها. هنا خلصنا كده بديل اللبن المكثف، هجيب الهاند بلندر واحاول ان انا اخلطهم مع بعض. في طريقه تانية نازله على القناه، ان شاء الله برضك طريقه سهله ان انت تعملي اللبن المكثف في الخلاط. هنا الميه غليت، هطفي النار خالص واغطي عليها واسيبها تسيح براحتها. هنبدأ نعمل ايه بقى؟ هنبدأ ناخد اللبن المكثف اللي احنا عملناه على الكنافة ونقلبه، وهنبدأ نجيب اي قوالب عندنا. انا عندي هنا اللي هي القوالب اللي بنشتري فيها اللحمة من الهايبر او جبنة او اي حاجة بتشتريها بيديكي في الطبقة دي، فانا بشيلها لحاجة زي كده. هنبدأ نفرش من تحت شوكولاتة، و هو المفروض الشوكولاتة الحبيبات دي تتحط قبل الشوكولاتة التانية، بس انا غلط وحطيتها هي. حطيت الشوكولاتة الغامقة الاول. بعد ما حطيت الشوكولاتة المفروض انا هسيبها تبرد شوية وبعدين ارجع احط الكنافة فوق منها، بس انا عشان مستعجلة عايزة اخلص فحطيتهم فوق بعض، بس اكون حريصة اللي هو ما يتخلطوش على بعض. وهدخلهم الفريزر وشوية واطلعهم. تعالى نعمل مع بعض طبق تاني علشان خاطر يبقى 4 اطباق على قد ايه افراد العيلة عندنا. هنحط شوكولاتة زي ما قلت قبل كده، ونحط الكنافة بالمقدار اللي احنا عايزينه. عايزين نكتر كنافة كتره، بس هي كده بالمعقول. القالب يعني هيبقى سمكه معقول. وطبعا حطيتها تبرد شوية وبعدين نزلت بالطبقة الأخيرة بتاعة الشوكولاتة، وهبدأ ان انا اغطي بيها الطبق. هنسويه كده، نخبطه خبطتين كده على الرخامة بحيث اللي هي ايه يتساوى معاكي، ما يبقاش فيه اي حتة مش مظبوطة. بعد ما ارش الشوكولاتة كده هساوي تاني بالمعلقة بحيث الشوكولاتة الحبيبات دي تمسك في الشوكولاتة التانية ما تنطورش منك. هخبطه خبطتين كده على الرخامة زي ما قلتلكوا، واحطه بقى في الفريزر 5 دقايق بس في الفريزر. طلعنا دول من الفريزر اللي حطيناهم من شوية. هنكمل بقى الطبقة الاخرانية من فوق الوش. هتفرجي كده الشوكولاتة، انا مش عايزة طبقة شوكولاتة عالية لان هي في طبقة من تحت وطبقة من فوق، فعشان خاطر ما تبقاش طبقة عالية قوي. كفاية قوي اللي انا يدوب احط الشوكولاتة واوزعها بالمعلقة كده. هنا هسيح بس قالب شوكولاتة تاني بحيث اللي فيه في حتت لسه مش متغطية باين منها الكنافة. قالب واحد بس سيحته، وهغطي القطع اللي مش متغطية. زي ما انتوا شايفين كده انا غطيت كل الجوانب اللي كانت الكنافة باينة فيها. انا هنا خلصت كده اهوت، والمفروض ان احنا نرجع نحطها في الفريزر تاني
علشان تجمد. هي مش هتاخد طالما في الفريزر، هي بالظبط 5 دقايق هتلاقي الشوكولاتة جمدت وبقت زي الفل. دي اسرع وصفة ممكن تعمليها وتاكليها بعد 10 دقايق. جربوا الطريقة دي ان شاء الله هتعجبكم. وتعالوا نشوفها بعد ما تطلع من الفريزر شكلها بيبقى عامل ازاي. شايفين بقى، هو ده الترند اللي طالع. مش عارفة بيسموها شوكولاتة الامارات او شوكولاتة ايه، مش عارفة بصراحة. بس هي الوصفة الشكل عجبني، قلت لا لازم نجربها، وطلبت مني في البيت كتير. بقالنا اسبوع كده بيتقال عايزين، فقلت لا لازم نجربها بقى النهاردة ونشوف. شايفين كده المنظر، سامعين التكة عاملة ازاي؟ ادي الكنافة من جوه كده شكلها رهيب جدا وطعمها خرافة يا جماعة، بجد يستاهل التجربة. جربوه مش هتندموا. وان شاء الله نشوف مع بعض وصفات كتير ترند. احاول ان انا اعملها لكم واجربها لكم واقول لكم هي فعلا وصفة ناجحة او لا، زي ما متعودين مني. انا ما بنزلش وصفات غير لما اكون فعلا عجبتني ومرتاحة ان انا انزلها عشان تجربوها، علشان اخد منكم دعوات كويسة وتجربوها بإذن الله. بس عايزة منكم لايك واشتراك ودعم للقناة علشان يوصلكوا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.